السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكتر الوصفات اللي بحبها في الصيف هي تورتة الجيلي. شكلها بيبقى حلو جدا وكمان طعمها بيبقى مميز قوي. طعم الجيلي مع الكريمة مع الكيكة حاجة كده خيال. بصوا أصلا شكلها، يعني أنا مش هتكلم عنها كتير، هي شكلها بيشرح نفسه. الكيكة هشة جدا ولونها فاتح زي ما انتوا شايفين. كمان مكوناتها مش كتير، متأكدة ان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم جدا. تعالوا بقى نشوف الفيديو ونشوف عملناها مع بعض ازاي، وهسيب لكم المقادير مكتوبة في صندوق الوصف. اول حاجة عندي 6 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وعموما كل المكونات اللي احنا هنستخدمها تكون بدرجة حرارة المطبخ. حطيت عليها معلقة كبيرة من الخل، ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، كوباية من السكر، نص كوباية من المية، معلقة صغيرة مليانة من محسن الكيك الجيل، بحط عليهم كوبايتين من الدقيق، ومعلقة صغيرة من الكيك شيف. الكوباية اللي انا معايرة بيها هي كوباية الشاي العادية، معايرة بيها كل المكونات. دي كل المقادير بتاعة الكيكة الاسفنجية. حطيت كل المكونات على بعضها من غير اي ترتيب، مش هتفرق خالص. بقلب الاول شوية علشان لما اشغل المضرب الدقيق ما يطلعش بره. بعد كده بضربهم على سرعة عالية لمدة من 7 ل10 دقايق لحد ما شكلها يوصل للشكل اللي هتشوفوه معايا في الاخر. بالنسبة لنوع الدقيق اللي انا مستخدماه، علشان دايما بتسأل السؤال ده، هو دقيق ابيض عادي جدا من السوبر ماركت، مش دقيق سبونش ولا اي حاجة خالص. دقيق ابيض عادي، نوع يكون كويس او اي نوع انتي بتفضليه. في الوقت ده جبت صينية مقاس 24 بدهنها بالزيت من الجناب ومن تحت كويس، وبرشها رشة من الدقيق، او ممكن تستغني عن الخطوة دي بورق زبدة. بغلف الصينية كويس علشان الكيكة ما تلزقش. وبرده في الوقت ده انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200 علشان ادخل الكيكة بتاعتي والفرن يكون سخن كويس. لما الخليط بيوصل للشكل ده بيكون جاهز عندي. حجمه زاد، لونه بقى فاتح جدا وتقل زي ما انتوا شايفين. بفضيه في الصينية، وزي ما قلت لكم بيدخل فرن سخن على درجة حرارة 200. بتقعد حوالي نص ساعة، ما تفتحيش عليها ابدا قبل نص ساعة. بتختبريها من النص بخلة، لو طلعت نضيفة يبقى كده خلاص. هتخرجيها من الفرن. لو لقيتيها لسه فيها عجين هتسيبيها كمان 5 دقايق او 10 دقايق لحد ما تستوي. وده كده مقادير كيك السبونش. لو حابة تستخدميها لأي تورتة تانية، مش ضروري كيكة الجيلي. ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن واختبرتها لقيتها استوت تمام. هسيبها بقى دلوقتي تبرد شوية على جنب قبل ما اخرجها من الصينية. هجهز بقى دلوقتي خليط الجيلي. جبت كوبايتين من المية السخنة، حطيت عليهم 3 بواكي من الجيلي. انا مستخدماه بالفراولة، ممكن تستخدمي اي نوع تاني انتي حباه. وبقلب كويس لحد ما يدوب خالص. كمان انا ضفت معلقتين كبار من السكر، وده اختياري. ممكن لو انتي حابة تستغني عنهم مفيش مشكلة، بس انا بحس ان هو بيكون محتاج سكر زيادة شوية، فحطيت بس معلقتين. بعد كده ضفت كوبايتين ونص من المية الساقعة. المفروض ان الثلاث بواكي دول كانوا هياخدوا مننا 6 كوبايات مية. احنا استخدمنا بس 4 ونص عشان الجو دلوقتي حر ومش عايزين الجيلي يسيح معانا، عايزينه يكون متماسك على التورته. بعد كده الكيكة كانت بردت شوية، خرجتها من الصينية. بصوا شكلها حلو وهشة جدا. هسيبها بقى تبرد خالص. جبت نفس الصينية اللي انا كنت خابزة فيها الكيكة، غسلتها كويس وفضيت فيها 3/4 خليط الجيلي اللي انا عملته، وحطيت اللي فاضل في طبق تاني لوحده. بالنسبة للجيلي اللي انا حطيته في الصينية، بدخله التلاجة لحد ما يجمد تماما. لو مستعجلة عليه ممكن تدخليه الفريزر ساعة لحد ما يتماسك كويس جدا. اما بالنسبة للجيلي اللي انا حطيته في الطبق ده بسيبه بره دلوقتي، مش بدخله التلاجة.
هنا بقى بجهز الكريمة اللي انا هحشي بيها التورتة. حطيت كوباية من المية، عليها معلقتين من السكر، دوبت السكر في المية شوية، وبعد كده ضفت عليهم كوباية من الكريم شانتيه الخام. بضربهم كويس على سرعة عالية لحد ما الكريمة تتقل. وكده كمان الكريمة خلاص جهزت عندي. دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نزين التورتة ونحشيها. الكيكة هنا عندي كانت بردت خالص، هقسمها على 3. باخد بقى اول قطعة بسقيها، سواء بقى بسيرب خفيف او مياه غازية اللي هي بيكون لونها ابيض، او ممكن حتى مية بسكر. بسقيها كويس وبعد كده بحشيها بالكريمة اللي انا عملتها. ممكن كمان في النص تحطي موز او فراولة، او تحطي بقى شوكولاتة، اي حشوة انتي حباها. وبوزع الكريمة على الطبقة بالشكل ده. بعد كده بحط الطبقة التانية وبكرر نفس الخطوات، بسقيها وبحشيها بالكريمة. اخر بقى طبقة بحطها من فوق، انا دايما بفضل ان هي تكون ال- الجزء اللي كان تحت في الصينية، فاهمين قصدي؟ يعني الحتة اللي هي بتبقى في الصينية من تحت وانا بخبز الكيكة، بحب دايما احطها على الوش، لان هي اكتر حتة بتكون متساوية كده زي ما انتوا شايفين. ففي الاخر بعد ما التورتة بتخلص بيكون شكلها متساوي اكتر. بعد كده بغلف التورتاية كلها من بره من فوق ومن الجناب بطبقة خفيفة جدا من الكريمة، علشان بس اساوي شكلها، وكمان علشان اللون الابيض تحت الجيلي بيخلي شكله احلى. كده بقت متساوية كويس من الجناب ومن فوق. جبت بقى الصينية اللي انا كنت حاطة فيها الجيلي وسايباها علشان تجمد. بصوا بقى متماسك ازاي. بقلب الصينية على الكيكة كده بالشكل ده، وبرجع تاني بقلب الكيكة على الصينية. بحاول كده ان انا اخليها في النص علشان الفراغ اللي ما بين الصينية وما بين الكيكة يكون كله متساوي. فاكرين بقى شوية الجيلي اللي احنا كنا حاطينهم في طبق على جنب؟ دخلتهم التلاجة لما بدأت اقسم في الكيكة، بس يعني تقريبا حوالي نص ساعة، بحيث ان هو يكون زي ما انتوا شايفين كده، لا هو جامد ومتماسك تماما ولا هو لسه سايل مية، يكون حاجة كده متوسطة. حطيتهم في كيس وعملت في الكيس ده فتحة صغيرة، وبملى بيه كل الفراغ اللي ما بين الصينية وما بين الكيكة اللي انا عملتها بالشكل ده. وبحاول ان انا احركها علشان الجيلي ينزل لتحت، واتأكد ان هو وصل لكل حتة وملأ الفراغ كله. دايما كده وانتي بتعملي الخطوة دي حركي الكيكة واخبطي كده الصينية علشان تتأكدي ان الجيلي وصل لكل مكان.
دلوقتي بقى هدخلها التلاجة لحد ما الجيلي اللي في الجنب ده كمان يجمد تماما. ممكن ساعة في الفريزر لو مستعجلة عليها، او ممكن ساعتين في التلاجة. بعد ما جمدت دلوقتي بقى هقلبها. جبت صينية تانية مقاس اكبر، حطيت فيها مية سخنة، نزلت فيها الصينية اقل من دقيقة، يعني حاجة بسيطة، مجرد ان انا نزلتها وطلعتها كده على طول. بحرك الصينية اتأكد ان هي فكت كويس، وبقلبها بقى على طبق التقديم. مسحت بقى اي جيلي كان ساح زيادة، طبعا مطرح ما احنا حطيناه في المية السخنة، فممكن تلاقي ان في شوية جيلي كده ساحوا زيادة. وعملت وردات بالكريمة على التورتة من تحت، ده برضو بيظبط شكلها. وعملت تزيين بسيط كده بالكريمة، حاجة بسيطة كده، هي بصراحة يعني مش محتاجة تزيين، هي شكلها حلو من غير حاجة. وده كده كان شكلها النهائي. يمكن تحسوا شوية ان هي خطواتها كتيرة، بس هي على فكرة سهلة جدا. هي بس بتاخد وقت شوية في انك انتي تستني الجيلي يجمد علشان تعملي الخطوة اللي بعديها. انا كمان كنت بحطه في الفريزر، فما كانش بياخد وقت طويل خالص. وصفة فعلا تستحق ان كنتوا تجربوها، متأكدة ان هي هتعجبكم. شكلها حلو وطعمها حلو. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.